مرحبا، يسعد أوقاتكم متابعيني. طبعا مثل ما انتم شايفين هاي احنا نزحنا في مكاننا الجديد، طبعا في سف في المدرسة. طبعا لأنه احنا صاحب الأرض اللي نزحنا فيها طلعنا منها وحكى لنا يعني خلص انه بده أرضه وبده يزرعها وهيك، فيخلف عليه وبارك الله فيه وقفته معنا. فالحمد لله يعني ولاد الحلال يعني دلونا على هالصف وحكوا لنا انه في صف في المدرسة فاضي، والحمد لله اجينا نقلنا اغراضنا هان وعفشنا. هي عفشنا واغراضنا لسه يعني كمان مش كلهم ضبضبتهم، لسه مربطين وهيك. يعني حاولت ارتب واضبطب شوية اغراض. طبعا هي المطبخ تبعنا راح يكون هنا، حطينا الغاز، هنا حطينا برميل المية مثل ما انتم شايفين، وهنا عملنا حمام. يعني زي ما انتم شايفين هاي الحمام تبعنا، لانه طبعا حمامات المدرسة زحمة وهيك، فهنا حمام لنتحمم فيه وهيك شغلات. الحمد لله على كل حال، الله يفرجها يا رب علينا. طبعا هي الصف كيف قسمناه وعلقنا اغراضنا. طبعا هنا للاولاد حطينا، وهنا الخيمة اللي بنقعد فيها على اساس قسمنا. الحمد لله على كل حال، الله يفرجها علينا يا رب. ما تنسوا تدعموا قناتي بلايك واشتراك، يعني اشتركوا في قناتي إذا في مجال، يعني احنا محتاجين دعمكم ووقفتكم معنا، الله يحفظكم. طبعا ما ننسى أشرف، هي أشرف دعواتكم إلنا، احنا محتاجين دعمكم ووقفتكم معنا، الله يحفظكم، أمانة ما تتخلوا عنا. الحمد لله على كل حال، الحمد لله الفرج من عند ربنا، الله يفرجها يا رب علينا. طبعا علقنا أواعي الأولاد، طبعا دقينا خشبة بالحيط وعلقنا وقسمنا الصف، يعني مكان للولاد بيناموا فيه ومكان اللي أنا وزوجي بنام فيه وهيك. والحمد لله على كل حال، الله يفرجها علينا. بضل الصف أهون من الخيمة لأنه الخيمة برد كتير وسقعة كتير. طبعا سكرنا الشبابيك بالشرايط بالشكل هذا، وهي الشباك التاني برضو سكرناه بالشرايط. والحمد لله على كل حال. طبعا الصف يعني هذا كان مصلى للمدرسة، في سجاد زي ما انتم شايفين، فالحمد لله على كل حال. فإحنا خوفا إنه يجي عليه مية حطينا الشادر تبعنا هنا على أساس المنطقة هاي للمطبخ ومية وهيك، فبدناش السجاد يتبهدل وهيك. فالحمد لله على كل حال. طبعا اليوم بدي أفرجيكم إيش بدي أطبخ. طبعا اليوم أنا الأولاد لقطوا لي خبازة، والحمد لله على كل حال. هاي الخبازة حاولت قطعتها وكل حاجة. فهيني ايش بدي اطبخ طبيخ اليوم الخبازة. طبعا هيني بسلق الخبازة على الغاز. طبعا الحمد لله انه عندنا غاز متوفر، الحمد لله. عبولنا من جديد صار يفوتوا الغاز، لانه قبل هيك كان ممنوع، كنا يعني مثل ما كنتوا تشوفوا قبل هيك على الحطب كنا نولع. طبعا انا هي حضرت المفتول اللي راح نضيفه على الخبازة. طبعا لازم تكون الخبازة غلت وكل حاجة، بعد ما تغلي بنضيف المفتول. فطبعا هي غلت قبل شوية، فأنا راح أضيف هلقيت المفتول. طبعا هي المفتول. طبعا بنضلنا نحرك بالشكل هذا لحتى ما يتعجن معنا. اليوم حبيت أفرجيكم يومياتنا وإحنا نازحين في صف المدرسة. طبعا هي المفتول حضرته، الحمد لله على كل حال. طبعا ما تنسوا تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو، إذا في مجال تدعمونا عن طريق التشكرات أو السوبر، الله يحفظكم يا رب. طبعا إحنا بحاجة لدعمكم ووقفتكم معنا. طبعا إحنا بيتنا راح وتدمر، وصعب إنه نرجع لمكان بيتنا لأنه كل المنطقة مدمرة وما فيش آليات اللي تزيل الركام. طبعا الآليات ممنوع تفوت، لحتى الآن ما فاتت. الحمد لله على كل حال، الله يفرجها يا رب علينا. طبعا احنا اليوم الاربعاء، الحمد لله على كل حال. إلنا تقريبا هينا امبارح تقريبا اجينا للصف وحاولنا رتبنا الاغراض طول الليل، وهينا اليوم اول يوم في المدرسة نبدأ نطبخ ونعمل حياتنا اليومية. طبعا هي المفتول كله راح اضيفه على الخبازة واحرك. طبعا هاي أكلة الخبيزة أكلة كتير زاكية، يعني مشهورة، يعني في أكلة غزوية مشهورة عنا. دايما في فصل الشتاء إحنا بنعملها.
هاي الخبازة. طبعا احنا عشان حطينا المفتول لازم نستمر بالتحريك لحتى ما تتعجن. ما تنسوا تدعموا القناة، الله يحفظكم يا رب، احنا بحاجة لدعمكم ووقفتكم معنا، الله يخليكم. طبعا إذا في مجال تدعوا أصدقائكم للمشاركة في القناة، ويشتركوا في القناة ويشاهدوا الفيديوهات، يعني ليصلنا أكبر قدر يعني من الدعم والمساعدة. الله يحفظكم يا رب، وتصل قناتي لأكبر عدد من الناس، الله يحفظكم يا رب. طبعا هاي الخبازة، الحمد لله على كل حال. هاي حياتنا في صف النزوح، طبعا في المدرسة. الحمد لله على كل حال، ربنا يعوضنا خير. الحمد لله على كل حال. ما تنسوا تدعموا القناة. طبعا أنا راح أوقف لأني لسه بدي أعمل تقلاية للخبيزة وأحط عليها شوية بهارات وهيك، وإن شاء الله خير. يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.